في وسط هذه الحياة ومتاعبها وحلوها ومرها نحتاج دائما إلى شخص لنميل عليه ليسندنا. يقول في حياتي وحدة ما أصبر عنها، هي حياتي ولا أقدر أفارقها، هي دمي، هي سندي في هالحياة. أوقات كثير نتهاوش، أوقات نضحك، بس في شيء بيننا مستحيل يتغير، أنا الأخو. وأقولها وبصراحة مش دايم أفهم أختي، بس أعرف أنها ظهري وأنها مهما صار تكون سندي، ما أعرف أزعل منها ولا أتضايق منها. وحلقتنا اليوم في بودكاست قصة وشاي من القلب للقلب. يقول لي ليش في مجتمعنا الأخ ما يقدر يتكلم عن أخته، عن إنجازاتها، عن مكانتها الاجتماعية ودراستها، وعن أنها هي سند له، وأن مش كل سند يكون الأخ، مرات تكون الأخت هي السند، بس في مجتمعنا ما يعترف بهالشيء. يقول أنا أفتخر بأختي، أن هي السند، هي ظهري، هي اللي أميل عليها لو غدر فيني الزمان، وإذا صار شيء أول اتصال أول مسج بيكون لأختي، وهي بتكون الملبي، وهي اللي بتقول لي لبيه آمر أخوي عونك. ويقول حب الأخ لأخته وحب الأخت لأخوها حب صادق، ما يحتاج مشاعر، ما يحتاج نخبيه عن الناس ويكون في السر ونخاف حد يعرف عنه. الله سبحانه وتعالى ما خلق الأخوة صدفة، حط هالعلاقة في حياتنا بحكمة وغرس فيها حب خاص مختلف تماما ما نقدر نفسره بالكلام، لكنه موجود حتى لو غبنا عن بعض أو تزاعلنا، يظل في القلب حب من الله ما بيزول. الحب الله سبحانه وتعالى هو اللي زرع في قلبك، وهذا هو حب الأخوان. هذا مش حب عادي، هاي نعمة وسند من رب العالمين. وقبل ما نشرب كوب الشاي خلونا نتأمل كلامه عن أخته ونسأل في حد عنده سند وهذا السند تكون أخته؟ وليش ما نقدر نقول لبعض يا أخوي أحبك أو يا أختي أحبك؟ وشو رايكم بعد ما ننهي الحلقة نطرش لأخواننا وخواتنا ونقول لهم نحبكم وانتوا السند؟